الألعاب النفسية. هعلمك النهاردة لما اللي قدامك يعمل عليكي لعبة ويوقعك في الكلام ويغلطك ويستفزك ويقولك في الآخر شفتي انت عملتي ايه. هعلمك الناس دي بتعمل كده ليه وازاي تتعاملي معاهم. الكلام مش بس على جوزك، كلام كمان على القريبين منك واللي في دايرتك واللي في محيطك، واللي لما بتتعاملي معاهم اليوم بيخلص وانتي مرهقه نفسيا قوي وعماله تقولي هو ايه اللي حصل، انا ما عملتش حاجه عشان ابقى تعبانه وزعلانه للدرجه دي. اهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد، ويلا بينا نبدا الألاعيب النفسيه. اول لعبه اسمها انت صح بس ايوه انا معاك لكن. ايه اللعبه دي بيجي اللي قدامك حاسس كده ان انت ايه، عندك حلول كده وعندك طاقه كده وواثقه في نفسك. بعد الشر، ازاي يسيبك كده واثقه في نفسك وشايفه نفسك جامده وحاجه كويسه؟ لا، يجي يوقعك في الكلام ويجي يقولك قولي لي حلول، قولي لي بقى المشكله دي بقى نحلها ازاي. عمال يسمع منك حل يقولك ايه صح بس خلي بالك اصل الحل ده مش هينفع عشان كذا، معاكي بس اصل لو كنتي خدتي بالك الموضوع كذا ما ينفعش عشان كذا. تعالوا نقول مثال. واحد بيشتكي من اهل مراته، زوج بيقول لمراته اهلك عملوا وسووا وجوز اختك ده كذا واخوكي عمل فيا وباباكي ومامتك وعمال يشتكي. فالزوجه بكل هدوء بتقول له طيب تمام، تعالى نروح يوم الجمعه وتعالى سلم وادخل الصالون وملكش دعوه بحد، بس اصلك انت ما تعرفيش ان باباكي واحنا قاعدين بيدخل يغلس عليا. طب خلاص بلاش كل جمعة، تعالى مرة في الشهر اقعد خد واجبك ازيكم عاملين ايه وخلاص. اصل انتي مش واخدة بالك ده انا المرة بتفرق معايا، ده الاستفزاز اخوكي لوحده بيخليني شهر قاعد متضايق. لا اله الا الله. طب يا حبيبي، طب خلاص انا هفهمهم ان انت ما عدتش بتقدر تيجي عشان دوشة ولاد اختي وخلاص، بلاش الزيارة التقيلة عليك دي. يعني باباكي مش هيجي يتكلم ويقول ان انا ما بعبرش ويقول عليا قليل الاصل، ومامتك مش هتقول عليا ان انا مامتي هي اللي خلتني اعمل كده وببعد عنكم علشان انا انسان وحش. ده انتوا عيله قلتوا وعدتوا، ده انتوا فاكرين ايام الخطوبه قلتوا عليا ايه؟ اللي بتتكلم معاه تبقى هتخبط دماغها في الحيطه. قالت لك كل الحلول، انت مش عاجبك حاجه. هو بيعمل كده ليه؟ هو عايزك تحسي بالاحباط وتحسي ان انتوا اللي غلطانين بنسبة 100%، وان هو يا عيني اللي بيحاول يصلح، وان هو يا عيني نفسه يبقى قدامكم شكله كويس. من جواه نفسه يحس قد ايه هو حلو وجميل وشخصية مفيش منها، وان الباقيين كلهم هم اللي بيغلطوا، هم وحشين. دي حاجة بتطمنه نفسيا. لما قلت ألاعيب نفسية مش معناها ان اللي قدامك دارس وفاهم كويس قوي انا هلعب النهارده على ايه وهستفز اللي قدامي ازاي وهجيب له جلطه ازاي. لا، ساعات كتير في ناس بتلعب ألعاب نفسية وهي مش داريه بنفسها بشكل لا ارادي، بالعقل اللاواعي. هو عقلهم اتعود من صغرهم ان دي الطريقه الوحيده اللي بيثبت لنفسه بيها ان هو جامد وحلو وشخصيته جميله وهو روعه ومفيش منه. طيب الحل مع الشخصيه دي هتعملي لها ايه؟ اول ما يجي يشتكيلك من حاجه انت تفتكري بقى السيناريو وتعرفي انك داخله في حفره ملهاش قرار، تقولي بالراحه كده حبيبي طب انت ايه الحل من وجهه نظرك؟ يقول لك هو انا بحكي لك عشان تساليني السؤال ده؟ الحوار يخصكم، المشكله من عندكم. تقولي عندك حق، بس قول لي انت ذكي ما شاء الله عليك، قول لي انت من وجهة نظرك كده ايه الحل في الحوار ده؟ انت زعلان من اهلي والموضوع عمال يتلخبط، طب انت شايف الحل ايه؟ اضغطي، كل لما يجي يهرب اضغطي. لا،
انت اللي تطلع الحل، عشان ما يدخلكيش في قصه خناقه 3 ساعات، يا هتطلعي منها زي ما قلت لك وحشه ومغضوب عليكي، يا اما هيغضب ويسيب البيت، يا اما هيقطع اهلك خالص. لا، خليكي دبلوماسيه، افهمي اللعبه اللي بيلعبها معاكي وحلها ايه عشان ما تقعيش في الفخ ده. طبعا الكلام اللي قلته لا يخص الازواج بس، اللعبه دي بتتلعب معاكي من اصحاب ولادك في المدرسه، والمدرسات اللي بيدوا لاولادك دروس، ومن قرايبك هنا وهنا. اتعلمي كده، عايزاكي كده تبقي ناصحه وتبقي فاهمه كده الدنيا ماشيه ازاي، عشان ما تجيش في الاخر انا محبطه، انا مش واثقه في نفسي، انا مش عارفه احل حاجه. مش عايزه اشوفك كده حبيبتي، والله انت ممتازه وعندك حلول جميله، بس ربنا يشفي كل مريض. نقول ايه؟ تاني لعبه في الالعاب النفسيه اسمها انت السبب. ايه اللعبه دي؟ جوزك بيبقى مثلا ايه سايق العربيه جنبك وانت بتتكلميه، ممكن تكوني بتكلميه في حاجه هبله، ممكن تكوني بتضحكيه، الموضوع ما فيهوش تعقيد، او انا عصبتك ما قلتلكش حاجه يعني تخليك يعني مش على بعضك بقى كده وتعمل اللي انت بتعمله ده. هتلاقيه عمل ايه وانت بتكلميه غصب عنه كده وهو سرحان، حد كسر عليه، هو كسر على حد، عربيته خبط عربيه حد، يرجع بقى ايه من الخناقه، طبعا هينزل بقى كده ويتخانق مع التاني اللي اتخبط فيه او خبطه، يلا وانت انتوا عارفين كده ايه قصص اللي في الشارع المصري بتاعنا، والله اعلم في العالم العربي، انا ما عشتش في دول تانية غير السعوديه، فما اعرفش الصراحه باقي الدول بيبقى عندكم الخناقات زينا كده ولا ايه. فالمهم بعد ما يجي من الخناقه يقول لك ايه، عاجبك كده؟ لولاكي بسببك عملت حادثه، انا بسوق لوحدي 100 ولا اي حاجه، لولا ان انت قاعده جنبي وترتيني لخبطتيني خليتيني اخبط في الراجل اللي قدامي. اهدي خالص، متعصبيش، انا عارفه حاسه بيكي والله، انت عايزه تصرخي او تديله بالكوريك في دماغه، انا عملت لك حاجه يا حبيبي؟ بالراحه، قولي له فعلا فعلا عندك حق، اهدي بس كده، تعالى افهمك قبل ما اقول لك الرد هو بيعمل كده ليه. هو من جواه حاسس بالذنب جدا، وتعود من وهو صغير لما يحس بالذنب الحاجه الوحيده اللي هتخفف احساسه ده انه يبص على اي حاجه ويقول هو السبب. ما بيصحاش كل يوم في ميعاده في شغله واترفد متعود يقول لمامته انت السبب، انت اللي خليتيني بلا عمل، انت ما بتصحتنيش في ميعادي يا ماما. ماما بقى كانت بتسكت، ماما ما كانتش بتواجهه، فهو اتعود انه لما يقول لحد انت السبب هتسكت. فلعبه جميله جدا بذمتك، لو انت اتخلقتي عارفه اللعبه دي هتبطليها. لعبه بتخفف العبء النفسي وبتحسسك كده انك مش غلطان، وبترجع ثقتك في نفسك وبتخليك 100. بالعكس ممكن اللي قدامك بقى يحس بالذنب ان هو اللي غلط، فانت بقى ايه تبيعي له حاجه من ذهبك ولا حاجه عشان يصلح العربيه للراجل او لنفسه. حلو ده. فهو ده ايه ده اللي هو بيعمله، ان هو بيخفف من على نفسه احساس الضغط والذنب. طيب الحل ايه بقى؟ وانت كده بتردي عليه وانت جميله كده، واجهيه، الناس دي تتواجه، ما تاخديش على كلامه عندك حق حبيبي. لو هو عصبي وبيسوق بسرعه وهيوديكوا في 60 داهيه، اجلي الرد لما تروحوا البيت، بس ما تسيبيش المشكله دي تعدي وهو فاهم ان انت السبب. ما توصلوش الرساله دي عشان هيستحلاها وهتبقى طول حياتكم كده انت السبب في كل حاجه. واجهي قولي له اما تروحوا، او لو هو عنده ثبات انفعالي قولي له في العربيه، حاولي قولي له السواقه دي مش لاي حد، السواقه للرجاله، السواقه عايزه اعصاب. لو كان عندك ثبات انفعالي كويس كنت حتى وانا بكلمك عرفت تركز في السواقه. يلا معلش انت غلطت المره دي، بس ان شاء الله المره الجايه تاخد بالك يا حبيبي، هيتجن منك، هتبقي انت كده كشفتيه وعريتيه قدام نفسه وفهمتيه ان الغلط عنده. بس صدقيني ده احسن علاج للي بيتلعب نفسيا بالطريقه دي. السواقه والحادثه على سبيل المثال وليس الحصر، انا بفهمك بس اللعبه دي شغاله ازاي وحلها ايه، علشان لما تتعرضي لها تبقي فاهمه تتعاملي معاها ازاي. ده كان اول فيديو في الالعاب النفسيه، استنوني ان شاء الله مع الفيديوهات الجايه هتخلصوا كده السلسله دي وانتوا حاسين انكم فاهمين اللي قدامكم بيلعب بيكم ازاي، فانتوا اللي هتلعبوا بيه مش هو اللي هيلعب بيكم. بتمنى لكم كل السعاده اللي في الدنيا. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.